الجزيرة 5، أيمن عبد الرازق 2، عباس جزيرة 4، يحيى محمد 3، مصطفى كرشوم 7، محمد زكريا 6، مجدي عبد المجيد 9، أحمد صالح 10، باتريك 8، محمد المقدم بالرقم 11. بإذن الله وبسم الله بدأت هذه المباراة بين فريقي حي العرب والأهلي بنغازي الليبي في تمهيد بطولة الكونفدرالية. بالنسبة للفريقين وخاصة فريق حي العرب الذي نتطلع أن يؤدي جيدا في هذا الموسم من خلال هذه المشاركة التي يعود إليها بعد أن غاب ل9 سنوات. كرة ملعوبة في الجهة اليسرى، تدخل الدفاع أهلي بنغازي اللي بيقودوا في هذه المباراة أحمد العنباري، إبراهيم العبيدي، مأمور بيدان، هاشم دلة، عادل الشعري، أنيس الإدريسي، معتز بن عامر، حسين سلطان، إبراهيم خليل، وإفيان النيجيري، ويونس بالتهام المغربي. إذا محترفين في فريق الأهلي بنغازي الليبي الذي يلعب شمال السادة المشاهدين بذيه الأحمر الكامل. ويعني هنالك يونس بلهام المغربي وإبراهيم خليل الغيني، وهجمة لنادي حي العرب بورسودان، ومحاولة الدخول من الجهة اليمنى تتلعب ولكن تأخذ طريقة خارج الملعب. رمية التماس لي السوكرتا الذي يتحفز لعودة للمشاركة. على فكرة هي المرة الرابعة التي يشارك فيها حي العرب بورسودان في البطولات الأفريقية المختلفة. التسديد القوي جدا من أيمن أمبدا يسدد كرة قوية جدا في بداية هذه المباراة، ولكن تأتي الكرة بالقرب من القائم الايسر لمرمى الاهلي بنغازي. اذا بدايه موفقه للاعبي حي العرب، انطلاقه من وسط الملعب، الكره تمر من مصطفى كرشوم، محاوله المرور من الجهه اليسرى، محاوله التدخل، خطا لصالح فريق حي العرب بورسودان. حيلعبوا قائد الفريق، اتلعبت في الجهه اليسرى، مصطفى كرشوم انطلاقه من الجهه اليسرى مع فياني، يعكس كره داخل منطقه الجزاء، فرصه ولكن تمر الى خارج الملعب. ركله المرمى اذا لصالح النادي الاهلي بنغازي الذي تاسس عام 1974، بينما طبعا حي العرب بورسودان هذا النادي العريق الذي تأسس عام 1928